السلام عليكم. موضوع غريب جدا منتشر على اليوتيوب بقاله مدة كبيرة. الأول كنا بنقول إن قنوات الطبخ والروتين كتير قوي، الواحد بيخاف يفتح باب الشقة يلاقي فيديو عن الطبخ أو الروتين في وشه. لكن دلوقتي القنوات اللي بتقعد تتكلم عن لو انت عندك مشكلة، لو انت مش بتخلفي، لو انت لسه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي، لو عندك مشكلة كبيرة وعايزة تحليها، الوصفة عندي. واغلبهم كل فيديوهاتهم اقسم بالله اقسم بالله انا معرفش هم بيقسموا بناء عن ايه. يعني انتوا عرفتوا منين ان ربنا هيستجيب بعد يوم او بعد اسبوع او الصبح او بعد ساعتين؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ بتقسموا بناء عن ايه؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيدعي ربنا او بيطلب حاجة من ربنا كانش بيبقى عارف ربنا هيستجيب امتى. ومش كل حاجة الرسل دعوا فيها ربنا استجاب لهم في لحظتها. انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ انا مش عارفة انتوا بتجيبوا الجرأة دي على ربنا منين؟ انتوا بتتجرأوا على الله كده ازاي؟ تدخل القنوات دي تلاقي وصفة، لو انت عايزة تتجوزي او لو انت عايزة تخلفي او عندك مشكلة كبيرة جدا او انت منفصلة عن جوزك وعايزاه يرجع لك، تبدأ بقى الوصفات. قولي بسم الله الرحمن الرحيم 19 مرة، وبعدين تصلي على سيدنا محمد مش عارفة 313 مرة، واقري السورة دي مش عارفة 17 مرة، وقرري الموضوع ده لمدة 7 أيام وانتي تشوفي النتيجة سريعة. طب حضرتك جبت الكلام ده منين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى مستني ان يتقال له الصلاة على سيدنا محمد 313 مرة بالظبط، او البسملة 19 او 17 مرة بالظبط؟ يعني لو اتقالت البسملة 17 مرة ربنا هيستجيب، لكن لو اتقالت 16 مرة ربنا هيقول لا انتوا كده قايلينها ناقصة مش هستجيب لكم؟ يا جماعة عيب، عيب الطريقة دي. انتوا بتتكلموا على ربنا كده ازاي؟ ربنا منتظر يتقال له الشيء بعدد معين، ولو ما اتقالش ما يستجيبش. يعني لو قال بزيادة شخص ربنا مش هيستجيب له؟ لو قال بنقص العدد ربنا مش هيستجيب له؟ في ايه التهريج اللي انتوا فيه ده؟ انتوا ازاي بتتعاملوا مع ربنا كده؟ ازاي بتستغلوا اوجاع الناس كده؟ الست المحرومة من الانجاب دي بتتمنى اي شيء عشان ربنا يستجيب لها. انتوا ليه بتلعبوا بعواطف الناس كده؟ كده حرام، انتوا بترتكبوا ذنب على فكرة وبتتأولوا على الله. بتقعدوا تقولوا دي من المجربات. يعني ايه من المجربات؟ تقعدوا تقولوا اصل الشيخ مش عارف مين كده سنة كام عملها فربنا استجاب له. طب حضرتك الشيخ اللي عملها دي اول مرة، يعني اول مرة المجربة اللي انت بتتكلم عنها دي، الشيخ لما عملها بناء عن ايه؟ كان قاعد كده مستقر كده وقاعد راح قايل لعقله ايه رأيك نقوم ناخد صورة مثلا الانبياء ولا طه ولا صورة كذا، اختار بقى على هواه بقى وقال اقوم اقرا الصورة دي اما اشوف ايه اللي هيحصل. قعد بقى اقراها 10 ايام لسه 20 يوم لسه. فاول ما ربنا استجاب له بقى عرف ان استجاب له بعد ما قراها مثلا 50 يوم، فخلاص بقت المجربة ان الصورة دي تتقال 50 يوم فربنا يستجيب له. ايه اللي انتوا فيه ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالش الكلام ده قبل. الرسول حتى لما كان بيتكلم عن ان الدعاء ده مستجاب ما قالش لحد هيستجاب لك امتى. انتوا شفتوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال مرة لحد لما اتكلم عن دعاء، لما اتكلم مثلا عن دعاء سيدنا يونس ان هو مستجاب، قال لما تقولوه كم مرة؟ قال ربنا هيستجيب لكم بعد مدة قد ايه؟ ايه التهريج اللي انتوا فيه ده؟ انتوا بتتكلموا كده بناء عن ايه؟ بجد حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه في الناس. نيجي بقى للناس الموجوعة، انا عذراهم لاني انا زيكم عندي مشاكل وعندي حاجات بتمناها من ربنا وعندي حاجات محرومة منها نفسي ربنا يحققها لي. بس عقلكم فين؟ انتي موجوعة وعايزة تخلفي، موجوعة من كلام الناس، موجوعة لانك عايزة تبقي من حقك ومن حقك تبقي زعلانة، بس ما تخليش حد يستغلك. ليه تخلي حد يلعب بعواطفك وتمشي ورا ناس انت ممكن تكوني عماله بترتكبي ذنب وانت مش عارفه ليه؟ لان القرآن قدامك موضح لك ازاي تدعي ربنا وازاي تطلبي من ربنا. انت شايفه في القرآن ربنا سبحانه وتعالى ذكر هو هيستجيب لك امتى،
هو هيستجيب لك لما تقولي الحاجة كم مرة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتكلم عن دعاء انه مستجاب او شرح لنا او عرفنا ازاي ندعي ربنا ونطلب منه سبحانه وتعالى، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك تقولي الدعاء ده كم مرة؟ قال لك ربنا هيستجيب لك بعد قد ايه؟ لا طبعا، لان دي حاجة ترجع لله، في علم الله بيستجيب وقت ما يقدر ويشاء، ويستجيب بالشكل اللي هو يشوفه خير ليكي. ربنا كريم وربنا عارف بأوجعنا، وربنا بيستجيب لنا الدعاء، بس لما تدعيه صح، لما تدعيه الدعاء الصح اللي ما فيهوش حاجة حرام. الناس دي جاية تتأول على الله، دي بتتأول على الله، بيبتدعوا أشياء. ليه تسيبي الآيات اللي بتوضح لك ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك ازاي، ومطلوب منك تعملي ايه عشان ربنا يستجيب لك، او الأدعية اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها وبين لنا ازاي ندعي ربنا؟ ازاي تسيبي كده وتروح الإنسان بيلعب بعواطفك ومشاعرك؟ طيب في قنوات تقعد أقسم بالله لو قلت الآية دي مش عارف كم مرة لمدة قد إيه تبقى غني، تبقى مليونير. طب اسمح لي يا أستاذ، يعني مع احترامي لحضرتك، انت ليه تعب نفسك بقى في فيديوهات ومونتاج وتستنى لما يبقى فيه مشاهدات علشان تقبض آخر الشهر دولارات؟ طب ما حضرتك اعمل الآيات دي وتبقى مليونير وانت حاطط رجل على رجل في بيتك معزز مكرم، مش قاعد مستني مشاهدات تجيلك علشان تقبض آخر الشهر منها فلوس. لما انت يعني شاطر قوي كده وعارف انك لما تقول الآية دي 1000 مرة والذكر ده 10,000 مرة، حرام عليكم، حرام عليكم. ولو حد بقى عمل الوصفات بتاعته وما حصلتش، يتقال لها ايه؟ انتي ما عملتيش الدعاء ده بيقين، انتي ما قلتيش الذكر ده بيقين. يعقدها، ييأسها، يخليها تحس انها انسانة مش كويسة وربنا مش عايز يستجيب لها، استجاب لغيرها وما استجاب لهاش هي. حرام عليكم، اتقوا الله في الناس. الناس موجوعة، ناس كتير محرومة من حاجات لحكمة ربنا. ربنا سبحانه وتعالى ما بيعملش شر لحد، بيمنع ويعطي حسب الخير اللي شايفه للبني آدم. ليه انتوا كده؟ ليه بتزودوها على الإنسان الموجوع؟ ليه بتزودوها؟ انتي موجوعة، دوري على الصح. الشيء الأغرب بقى إن في بعض الشيوخ كمان بقوا ماشيين على نفس المنهج ده. يطلع شيخ وبيبقوا طالعين في القنوات كمان، يعمل قناة ليه هو، يعني بيطلع في برامج تلفزيونية، ويبقى عامل قناة لنفسه على اليوتيوب، ويطلع برضو يتكلم لو عايزة ربنا يرزقك بالإنجاب اعملي كذا كذا، الذكر ده او الدعاء ده او الصورة دي مش عارف 7 مرات لمدة قد ايه، من المجربات مش عارفة للشيخ فلان ايه، اعملي الحاجة دي لمدة. ازاي الكلام ده يا جماعة؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ حرام، حرام. الموجوع المحروم من شيء، طريقك الصح ربنا سبحانه وتعالى قال ايه تعمله عشان يستجيب لك. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا ايه نعمله عشان ربنا يستجيب لنا. غير كده انتوا بتصعبوها على نفسكم وبتضيعوا وقتكم. حرام، حرام عليكم نفسكم ان انتوا تمشوا ورا ناس زي دي. فكروا بالعقل. الانسان اللي قاعد ده يعني اخر راحة وحاطط رجل على رجل وعمال يقول لكم قولوا ده 20 مرة وده 19 مرة، فكروا بالعقل. رجاء الناس التعبانة الموجوعة اللي نفسها ربنا يديها خلفة، ربنا يديها وظيفة، ربنا يحل لها مشكلة، يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الآيات اللي فيها أدعية ممكن نقولها وربنا يستجيب لنا. اللي عايز ربنا يرزقه بخلفة، عندك في القرآن الآيات، عندك الأدعية اللي ربنا يرزقه برزق، اللي ربنا يفك كربه، كل ده مذكور في القرآن. ليه بتسيبوا الحاجة اللي قدامكم الواضحة اللي ربنا قالها سبحانه وتعالى وتدوروا على بني آدم قاعد بيلعب بمشاعركم وبعواطفكم عشان يلم مشاهدات؟ فكروا بالعقل شوية، فكروا بالعقل. ان اللي عمال يقسم، يعني في قنوات
كل فيديوهاتها تبصوا على العنوان تحت، اقسم بالله خلال ساعة، اقسم بالله تاني يوم الدعاء مستجاب. انت بتقسم بناء على ايه؟ انا نفسي افهم ايه الجرأة اللي عندك دي؟ انت ازاي بتتأول على الله كده؟ ازاي بتحدد ان ربنا هيستجيب بعد ساعة وبعد اسبوع وبكرة وبالليل؟ انت ازاي بتقول كده؟ انت بترتكب ذنب على فكرة. فكروا كويس، فكروا كويس اللي قاعد قدامكم ده بيتكلم بناء عن ايه. يعني ما تخليش وجعك او احتياجك لشيء معين انت محرومة منه ان الانسان اللي قدامك بيستغلك في مشاهدة وبيلعب بوجعك. فكري فيها كويس، فكري ان الانسان اللي قدامك ده هيعرف منين ان ربنا هيستجيب لك بعد ساعة، ان ربنا هيستجيب لك بعد يومين؟ هيعرف منين؟ هو انسان زيه زيك، والغيب ده يعلمه الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقرر ويشاء، يديكي بكرة، يديكي بعده، يديكي بعد سنة، يديكي بعد 10 سنين. دي حاجة راجعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. بلاش اللي قدامك يلعب بيكي. ما تسيبيش الحاجة الواضحة قدامك في الدين اللي ربنا قالها لك ووريها لك والرسول عليه الصلاة والسلام علمها لك، وتجري ورا بني آدم بيلعب بمشاعرك وبيضغط على الحاجة اللي انت محرومة منها عشان تعملي له مشاهدة. بتمنى الناس يعني تتقي الله شوية في الناس الموجوعة، الناس المحرومة. ما تلعبوش يعني على أوجاع الناس عشان تلموا مشاهدات، لأن انتوا بترتكبوا ذنب، وعمر الفلوس اللي انتوا بتلموها دي ما هتنفعكم، لأنها جت من وجع الناس. والناس الموجوعة بتمنى ان انتوا تفكروا كويس، وبدل ما بتضيعوا أسابيع وشهور وسنين في وصفات بني آدم قاعد يقولها لكم عشان يلم مشاهدات، لا، فكروا ايه اللي يرضي ربنا. فكروا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه من الأدعية اللي تستجاب. ربنا سبحانه وتعالى قال ادعوني استجب لكم. طيب دوري شوفي ربنا يستجيب لي لما اعمل ايه، عندي ذنوب اصلحها ازاي، اتقرب من ربنا ازاي، ايه اللي يخليني يعني ابقى كويسة وربنا راضي عني ويديني الحاجة اللي انا محرومة منها. حرام عليكم نفسكم، انتوا بتصعبوها على نفسكم اكتر، بتبقوا موجوعين من الحاجة اللي نفسكم فيها، وموجوعين انكم عمالين تجربوا، وطبعا مع التجربة اللي انتوا بتجربوها من خلال الناس دي ربنا مش بيستجيب لكم. فما تزودوش الحمل على نفسكم. شكرا.